بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. يوم جديد وفيديو ونشاط وحيوية وطاقة ايجابية جديدة، ويلا بينا نسمي بالرحمن وندخل على فيديو النهاردة ونشوف خدنا الابرياء ورحنا فين. هنصلي على الحبيب المصطفى، وحطي لي لايك للفيديو واشتركي في القناة لو لسه اول مرة تشوفوني. بحبكم جدا في الله، وحابة اشكر كل حبايبي واخواتي وعيلتي الكبيرة، ما نحرمش منكم. 3000 تعليق كلهم دعاوي وحب واحترام وتقدير ليا، فمن كل قلبي من كل قلبي بشكركم. فرحتوني وخليتوني ابكي من كتر الفرحة بكلامكم ودعواتكم ليا. ما نحرمش منكم ولا من وجودكم في حياتي. بحبكم في الله. يلا نشوف بقى خدنا الابرياء ورحنا فين، لان يومنا النهارده طويل. احنا رايحين الاردنيه دي في العاشر من رمضان، تمام. كان ورايا تحاليل النهارده وكنت طالعه عشان اعملها، وابو عمار كمان كان عنده هيعمل اشاعه على ركبته. ربنا يشفيه ويشفي كل مريض يا رب. وقلت اما اخد الابرياء معايا بقى عشان خاطر ايه، اعمل لهم تحاليل. يعني يومنا كله هيبقى في معمل التحاليل والاشعه. يعني انا كل فتره كده يا جماعه الخير بعمل تحاليل، وبعمل بعمل تحاليل شامله لعيالي، صوره دم شامله كده حتى من غير ما الدكتور يطلبها. انا بعملها كاطمئنان عليهم، اللي عنده املاح، اللي عنده انيميا، اللي عنده ديدان، ايا كان يعني اكون عارفه يعني، وبطمن عليهم برضو. هنصلي على الحبيب المصطفى ونتوكل على الله عشان يومنا طويل. وقلت اشارككم معايا بقى، يعني بما ان احداث اليوم ماشيه، وكنا طالعين حوالي الساعه 1:30 2. عما استنيتهم بقى لما يجوا من المدارس واستأذنت من المدرسين بتوع الدروس وخدتهم وتوكلت على الله. احنا كده وصلنا الأردنية. زي ما قلت لكم الأردنية دي منطقة في قلب مدينة العاشر من رمضان. وصلنا بقى المختبر ومركز براعم لطب الأطفال. ما شاء الله العمارة دي فيها كمية دكاترة محترمين. وعايزة أقول لكم الأشعة اللي أنا بعملها على الرحم، والأشعة اللي أنا بعملها على الأجنة، والأشعة كل تحاليلي والأشعة اللي أنا بعملها في المكان اللي انتوا شايفينه ده اهو. تمام اهو. قلت بقى اتجول، فاحنا دخلنا هنا ممنوع طبعا التصوير فيه. فدخلنا بقى خدوا منهم الدم وخدوا مني كمان. وابو عمار دخل مركز الاشعه عمل اشعه على ركبته، وقال لنا كمان لان في اليوم ده المركز كان زحمه جدا. عايزه اقول لكم يعني ما شاء الله، ربنا يشفي كل مريض يا رب ويشفينا ويشفي كل مريض، اللهم امين. خلاص خدنا كده، فقلنا بقى نرد روحهم بكوبايه عصير كده. ابو عمار بقى اتكرم واتلطف علينا وقال لنا عصير ايه، تعالوا مغديكوا. بما ان المطعم قصاد العماره على طول الشامي. المطعم ده حلو جدا. عايزه اقول لكم انا جبت منه مره وجبه واحنا قاعدين في الشارع كده. مره انا وابو عمار كنا بنعمل تحاليل برضه، والرز بتاعهم والفراخ عجبتني جدا. فقلت بقى هناكل فيه النهارده. فالترابيزات كانت ما شاء الله ما شاء الله قنبليه، ما شاء الله ربنا يوسع عليهم. فقعدنا بره شويه بقى لحد ما في ترابيزه خليت، وقعدنا نشوف بقى هنعمل ايه وهنسوي ايه وهنطلب ايه، لان احنا مش متعودين اصلا ان احنا نقعد ونصور في مطاعم والكلام ده كله. بس قلنا بما ان احنا بره ها يعني عيشوا معانا احداث اليوم. اخيرا ابو عمار حن علينا يا عيني واتلطف واتكرم. وغدينا بره انا والابرياء، انا والابرياء. لسه والله يا في اتنين ابرياء ما بنوش. والله يا ابو عمار احنا مش عارفين نشكر ذوقك ازاي وكرم اخلاقك المتواضع المتوازن المتناهي. المتناهي. يعني يا ريت كل يوم من ده، والله يا ريت، يا ريت كل يوم من ده. على فكره هو دايما بيقول لي بس انا اللي ما بحبش الاكل بره. والله والله هي مش ترضى. انا اللي مش بره، او ما بحبش اطلع بره كتير بمعنى اصح. بس في نصيحه جالت لي كده في التعليقات، اختي قالت لي ايه لازم تطلعي وتخرجي وتشوفي نعم ربنا وتشوفي. فبصراحه بحب اعمل بنصيحتك شويه. منوره يا رضوى، منوره يا جود. لسه في بريء اهو بس مش عايز يستوي. ده مش جاي خالص. ايه رايكم يا ولاد ندبس ابوكم كل يوم كل يوم كل فتره كده، يعني عشان برضو نترقب بحالته الماليه. يعني كل مثلا كل ساعتين. كل ساعتين. بقول لك كل شهر.
بنحاول ندور على ترابيزه كده تكون متداريه عشان نعرف نقعد عليها ونصور، لان انا حاسه ان احنا العيال مش واخدين راحتهم كده، احنا مش واخدين على اكل المطاعم يا جماعه، احنا ناس لذيذه، احنا ناس بريئه، ناكل في البيت بس. ناكل في البيت بس. في البيت بيبقى زي التمساح، انه ليس تمساح عادي انما في المطعم احنا مش عارفين نتحرك، وبنحاول نشوف ترابيزه تكون فاضيه، تكون متداريه شويه يعني. لا ولا مدري ولا حاجة عادي، إيه المشكلة؟ ايوه والله انا حاسه ان انا مرهقه. هتخش اللي وراك. وهنا بقى نقلنا على ترابيزه تانية، لان كان في شبوره من اللندا اللي كانت فوق دماغي على وشي، فاللي كان يشوفني يقول لي عامله مهرجان في وشها، ولا حاطه بودره، ولا حاطه ايه، بس ما كنتش حاطه حاجه والله. كل الموضوع ان اللندا كانت عامله عاكس مع كاميرا التليفون، فاللي يشوفني يقول يعني في شبور على وشي. طلبنا بقى الحاجه اللي احنا هناكلها، عمار طلب شاورما سوري، يعني احنا في مطعم سوري يعني لازم ناكل اكل سوري. انا طلبت الوجبه اللي طلبتها منهم قبل كده وعجبتني، اللي هو الرز الاصفر، تحفه، معرفش عاملينه ازاي بس طعمه فعلا خطير. السوريين بجد اكلهم ولا يعلى عليه، يعني شابوه ليهم، المطبخ السوري فعلا ما شاء الله، حتى المخلل بتاعهم بيكون مختلف خالص. فطلبت ربع فرخة والرز اللي انا بحبه من عندهم، وبعمر نفس الموضوع، عمار طلب شاورما، ورضوى طلبت شاورما، جنات طلبت برجر، عبده طلب برجر، وجبنا البرجر ما اتاكلش، لفيناه وخدناه البيت زي ما هتشوفوا في الفيديو. هو تغيير، وعايزه اقول لكم ان هو زمان وبعمر في الاردن انا كنت كل شهر باخد عيالي اعزمهم العزومه الحلوه دي، سواء بره او في البيت، كتغيير جو ليهم. من يوم ما جينا هنا بامانه ما كلناش بره خالص، دايما انا بحب اكل البيت اصلا، وبعمر دايما بيقول لي بس انا اللي كسوله شويه في الخروج بره، اللي هو ايه، بيتوتيه زياده عن اللزوم. هنا احنا الحمد لله رب العالمين كلنا والعيال كلوا، وفضل زي ما انتم شايفين ربع الفرخة بتاعي والبرجر، بألف هنا وشفا، ومطرح ما يسري يمري. تمام اهو. طلعنا بقى من المطعم زي ما انتم شايفين، وحسيت ان الدنيا هديت شوية، رحنا بقى نجيب التحاليل انا وابو عمار. النتيجة بتاعت التحاليل والاشعة كنا جبناها، النتيجة بتاعت التحاليل قال لنا كمان نص ساعة، فقلنا بقى نروح نشرب عصير ولا نشوف بقى لبس العبودة، لان عبودة في اليوم ده يعني، هو انا لسه ما جبتش لبس شتوي العبودة خالص، اللي هو لبس خروج يعني. فقلت اما اتجول الاردنية دي كلها لبس وكاوتشات وحاجات حلوة زي ما انتم شايفين كده، فما لقيتش للاسف، ما لقيتش مقاس عبودة، يعني كله مقاس ابو عمار، كله مقاس عمار رضوى كده، لكن للاسف حظ وحش جدا عبده في اللبس، ما لقيتش ليه لبس خروج نهائي. هو عنده لبس بيت كتير بس ما لقيتش ليه لبس خروج. هحاول بقى اشوف اي محل هنا يمتي اجيب منه سويت شيرت، كام سويت شيرت، الاتنين ولا تلاتة يعني، بحيث ان هو يطلع معايا فيهم بره لو طلعت او كده. وابو عمار بقى يعني الراجل ده فنكه علينا فنكها يعني، بصوا بقى اللي هو بصوا افرحوا يا اولاد وهيصوا، جاب لنا طبق حلويات مشكل كده، يعني احنا مش كل يوم بنعيش هذه الاجواء فاحنا قلنا بقى بصوا انتفوا ريشهم اللي هو ايه، الحقوه الحقوه قبل ما يفكر ويرجع في قراره تاني اجيب بسبوسه يا ولاد، ابص للعيال كده اقول لهم قولوا اه اجيب لكم عصير يا ولاد قولوا اه، ما تقولوش لا لا والله هو في اليوم ده فعلا يعني كان حابب يفرحنا ويعيشنا جو بره كده، لان احنا دايما والعيال مزنوقين في الدروس والكلام ده كله. جاب لنا طبق البسبوسه الحلو المشكل ده، وطلعنا بقى قعدنا في الجنينه، جبنا عصير وقعدنا في الجنينه، وجبنا موز من الراجل الطيب اللي على الرصيف اللي انتوا شايفينه هناك ده هون. وقلنا بقى ان يعني نختم اليوم كده بما ان اليوم كله بر بس بصراحة كان يوم زي العسل وأجواء زي العسل، الجو مفتوح وعيالي حواليا مبسوطين، و انتعاش وتغيير نفسية، تغيير نفسية مش أكتر، الحمد لله رب العالمين يعني. واطمنت عليهم وعلى تحاليلهم الحمد لله. جنات بس اللي كان عندها شوية مشاكل، عبده معروف عشان خاطر اللوز اللي عنده، فإن شاء الله هنعملها له قريب. وجنات كان عندها برضو شوية صديد وأملاح وديدان وحاجات من دي. هو أنا بعمل التحاليل دي يا جماعة كل فترة كده بس عشان أطمن عليهم،
ربما يكون عيل تعبان ومش عارف، مثلا انتوا عارفين في عيال يعني انا عندي عيالي لما يكون في حاجة تعباهم، انا بلاحظها عليهم، اللي هو ايه، انا باخد بالي ان العيل متغير، تحت عينه متغير، يعني وشه اصفر، باخد بالي من عيالي في الحتت دي، فلازم اعمل لهم تحاليل طبعا عشان اطمن عليهم. انا عايزه اقول لكم عيالي اللي هم ايه، مش متعودين على اكل بره، مش متعودين ان هم ياكلوا قدام الناس وشيفات وحاجات من اللي احنا عشناها في المطعم. فكنت تحسوا ان عمار مكسوف مش راضي حتى يصور، كل ما اقول له قوم صورنا يقول لي لا يا ماما يعني في المهم ان اليوم كان حلو، وعشت وسط ولاد وعشتهم يوم حلو، وخدنا كام صورة حلوين برضو معاهم، وابو عمار طمنا على ركبته ربنا يشفيه برضو، يعني هيمشي برضو على العلاج الطبيعي شوية، وهيمشي على الإبر اللي هو بياخدها الحمد لله. وتحاليلي أنا كمان الحمد لله رب العالمين برضو تمام وزي الفل، مفيش أي مشكلة، والحمد لله رب العالمين. نراضيه بمعلقة آيس كريم بقى، الراجل طول النهار عمال بيفنكح علينا، يعني كتر ألف خيره. يا ريت اليوم ده كان يطول يومين تلاتة. عبودة مبسوط بالجو، وكمان يعني بصوا خدوا راحتهم كتير، احنا قعدنا حوالي ساعة هنا في الجنينة، دي جنينة كده مفتوحة في الشوارع يعني. خلاص احنا روحنا، احنا كنا مروحين تقريبا الساعة 6 او 5:30 6 في الوقت ده يعني. العاشر بلد جميلة، وعايزة اقول لكم فيها مناطق حلوة جدا، ومناطق يعني بصوا حاجة تشوفوها تقولوا القاهرة نفسها يعني، وبيوت وفلل واماكن راقيه جدا، ان شاء الله ربنا يكتب لنا نصيب ونسكن في اماكن الحمد لله رب العالمين، احنا راضيين باللي ربنا كاتبه لنا، وبس يعني هو الحمد لله الحمد لله رب العالمين احنا راضيين كل الرضا. بس انا بقول لكم لان الناس مفكره ان العاشر دي مدينه يعني اللي هي ايه ما فيهاش اماكن، لا بالعكس ده فيها اماكن حلوه جدا جدا، نفسي اوريكم الاماكن اللي فيها، فيها اماكن راقيه بمعنى كلمه راقيه. هنا بقى الحاجات اللي هي عبودة كان زعلان على فكرة ان انا كنت عايزه اجيب له لبس، وقلت له هجيب لك هدوم ومش عارف ايه زي اخواتك، وما لقيتش، فعايزه اقول لكم كان جاي بوزو شبرين. دي الحاجات اللي رجعت من المطعم اهي، اجوا طبعا جعانين، السقعه والهواء اللي خدناه من اللامبورجيني اللي احنا كنا راكبين. و... وعشنا احداث اليوم مع بعض، وللمرة التانية والمليون بشكركم على تعليقاتكم، وبشكركم على كلامكم الطيب ودعواتكم الحلوة، ربنا يكتب لي نصيب منها، وبحبكم في الله. منور يا عبودة، منور منور منور. انت كلت في المطعم؟ كلت ايه يا حلو؟ كبدة وايه؟ وايه هو يعني هو بيقول على البرجر كبدة يعني، وماما ايه؟ روح ماما. بيتزا بيتزا يا